السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مختلف شوية. ايوه، زي ما انت قريتي كده، انا جبت 5 كيلو محشي خضار ب35 جنيه. وانا اصلا ما كنتش مصدقه نفسي ان لسه في حد بيبيع خضار بالاسعار دي، فقلت اروح ابص بصه كده، مش هخسر حاجه. لو لقيت الخضار حلو تمام هجيب لي عرض، ما لقيتهوش حلو يبقى يا دار ما دخلك شر، وهاخد بعضي والف وارجع تاني ولا كأن اي حاجه حصلت. بس بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الخضار زي الفل وما فيهوش اي حاجه، وكان طازه كمان، والحجم بتاعه فعلا ينفع للمحشي بتاع الخضار. حتى انا ندمت ان انا ما جبتش كمان عرض، قلت كنت اجيب كمان عرض وهو خضار برضو يبقى موجود في التلاجة، استخدمه حتى للاستخدام العادي، مش لازم ان انا اعمل بيه اكلة محشي تانية. انتوا عارفين كيلو الكوسة وصل لكام، والفلفل كمان والبتنجان بقت اسعارها ايه دلوقتي. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه بال35 جنيه. كانت اول حاجة في العرض كيلو طماطم للمحشي. الطماطم زي ما انتوا شايفين كده كلها جميلة ما شاء الله، بس ما عدا واحدتين كده كانوا مصفرين شوية. قلت يا شيماء عادي، دي كده كده طماطم انا هسبكها للمحشي. بس الأمانة يعني هي أغلبيتها جميلة وكويسة، وكانت جامدة كمان، لدرجة إن أنا قلت إيه خلاص أنا هنقي الجامدة اللي فيها دي وأخليها للتلاجة، وهاخد من اللي أنا كنت مسبكاها. بس أنا افتكرت اللي أنا مسبكاها وكنت مصفياها، فقلت لا خلاص أنا هسبك دي مخصوص للمحشي. تاني حاجة بقى كانت معايا وهو البتنجان. أنا الأسبوع اللي فات رحت أشتري كيلو بتنجان طويل، قالوا لي ب15 وب17 جنيه، فما اشتريتش بصراحة. قلت خلاص مش لازم الأسبوع دوت أجيب بتنجان طويل. بس لقيته بصوا زي ما انتوا شايفين داخل في قرب العرض كيلو كامل، وما شاء الله حجمه كل واحد زي ما أنا بحب، وطازة كمان. يعني بصوا العنقود بتاعه لسه مخضر، فكده أنا معايا داخل العرض كيلو طماطم وكيلو بتنجان طويل. بس بيني وبينكم أنا استغربت، يعني قلت أكيد المحل ده مش بيبيع بالخسارة يعني، ولا بيحط فلوس من جيبه علشان يراضي الزباين بتاعته. فليه بقى التجار بيبيعوا الحاجة أسعارها مضاعفة؟ يعني ليه كيلو الطماطم يوصل ل18 وال20 جنيه، وكيلو البصل نفس النظام ب15 برضو، الكوسة لوحدها دي كانت ب25 و30 جنيه. تالت حاجة معايا في قلب العرض زي ما انتوا شايفين كده كيلو بصل. البصل بيدخل معانا برضو في أكلة المحشي. البصل زي ما انتوا شايفين كده زي الفل، ما فيهوش أي حاجة. ده يمكن كمان أحلى من اللي أنا كنت مشترياه في مشتريات الخضار بتاعتي الأسبوع ده. تالت حاجة معايا أو رابع حاجة معايا كيلو كوسة لسه صابحة وخضرة، والحجم بتاعها كمان حلو قوي للمحشي. فانا عشان كده بقول يعني ليه احنا بنعلي على بعض في الاسعار، وليه التجار بياكلوا في بعض، وعلى حساب مين كل ده؟ على حسابنا احنا، يعني احنا اللي بندفع الثمن. خدي بقى فلفل على قد ما تقدري، كيلو فلفل بحاله. متخيلة يعني ايه كيلو فلفل بحاله؟ كيلو الفلفل بيتباع في المحلات ب20 وب25 جنيه، ده برضو انا جايباه من نفس المحل اقسم بالله العظيم ب35 جنيه. فيعني ما اعرفش هو كده خسران مثلا، او هو كده دافع لنا من جيبه مثلا، ولا هو فعلا الحاجة اسعارها غالية والمزارعين والتجار هم اللي بيعلوا علينا الاسعار. الله المستعان على اي حال، وربنا يلطف بينا ويرحمنا. بس انا بيني وبينكم في الاجمالي انا مبسوطة، وزعلت ان انا ما جبتش عرض تاني يكون لاستخدام التلاجة. مش لازم يعني ان انا اعمله محشي. شايفين الحاجة؟ بصوا انا عمالة اوريها لكم والله العظيم. البصل ده احلى من اللي انا كنت جايباه لنفسي. انا كنت جايباه لنفسي ب10 جنيه، واللي كانت ورقته محمرة دي كان ب12 جنيه ونص، بس انا اشتريتها ب10 جنيه عادي. وده كده كان كيلو الطماطم. قلت هسبكها كده كلها مرة واحدة بالقشر بتاعها كمان، علشان ابقى اضربها للمحشي. النهاردة بقى كده صابحين تاني يوم هعمل بقى معاكم المحشي. عملت معاكم فيديو للمحشي قبل كده، والحمد لله يعني الفيديو جاب مشاهدات عالية وكلكم اتبسطتوا منه. وانا قلت اكرره تاني النهارده علشان لو كان في حد من حبايبي لسه منضم لينا جديد وما شافش الفيديو القديم. اول حاجه حاولي على قد ما تقدري وانت بتنقي الخضار بتاعك يكون كله مقاس واحد. الكوسه قد البتنجان، قد كمان حبات الفلفل على قد ما تقدري. انا من الناس اللي بحب الكوسه تكون قصيره شويه كده وتخينه عادي، مفيش اي مشكله، علشان تريحني بس في التقوير. وعايزه اقول لكم كمان ان انا ببقى متعمده ان انا اشتريها طويله،
علشان لما اجي اقسمها تبقى نفس المقاس اللي في ايديا كده زي ما انتوا شايفين. في التقديم بيبقى شكلها حلو قوي، البتنجان بيبقى قد الكوسه، بتبقى كمان ملفته كمان للنظر. ونسيت كمان اقول لكم ان انا بشوي المحشي بتاعي في الفرن. بصراحه ما بسويهوش في حله على النار خالص من فوق. طعم الفرن والنار بتاعت الشوايه بتديله تحميصه حلوه قوي، وبتغير كمان من طعمه. اغلبيه الولاد زي ما انتوا عارفين ما بيحبوش طعم الكوسه، ولا مطبوخه، ولا كمان محشي خضار. بس لو جربتيها ودخلتي المحشي كله في صينيه كده، ودخلتيه الفرن وقرب السوا، شغلتي عليه الشوايه، هياخد تحميصه حلوه قوي من فوق، وهتلاقيهم يعني ان شاء الله هياكلوه كله. وعايزه اقولك معلومه كمان تخص المحشي، لو انتي عايزه تقوريه ومش هتستخدميه في نفس اليوم او تاني يوم حتى، عادي انتي ممكن تقوريه وبعد كده تحطيه في قلب كيسه وتربطي عليه كويس وتدخليه في درج التلاجة. هيقعد معاكي يوم واتنين اخضر وكويس ومفهوش اي حاجه. على عكس في ناس بتحب ان هي تنقعه في ميه بملح. لو هتعمله مثلا تاني يوم ولا حاجه، عايزه اقولك ان الطريقه دي بتخلي البتنجانيه تشد معاكي وما تقطمش معاكي بسرعه. يعني في ناس بيقولوا عليها ان البتنجان بقى مجلد كده، تيجي تاكليه تحسي ان جلدتها عماله تمط معاكي كده وبتشد معاكي. وممكن تكون مستويه وبتدخلي فيها الشوكه وتلاقيها لا مستويه معاكي، انما ساعه الاكل تيجي تقطميها لا ما بتقطمش، بتشد معاكي. ده بسبب نقع البتنجان في الميه بملح. جربي طريقة ان انتي تخزنيه في التلاجة. لو هتعمليه بعديها بيومين ولا حاجة في كيس هتعجبك قوي. انا دايما بعتمد الطريقة دي لو عندي عزومة، عندي مناسبة في رمضان ولا اي حاجة، بعمله قبليها بيومين كده وبقوره، وبحط البتنجان لوحده في كيسة والكوسة لوحدها في كيسة والفلفل لا عادي، هو الفلفل سهل ما بياخدش وقت في تنظيفه يعني. فبحط البتنجان والكوسة كل واحد في كيس كده متقورين ومربوطين عليهم في درج التلاجة. وقت الاستخدام بقى بطلعه واغسله غسلة كويسة وابدأ ان انا احشيه. اجي اكل منه بعد كده الاقيها لا ما شاء الله البتنجانية جميلة وحلوة وماسكة نفسها كده وما بتتهرش مني في التسوية، وكمان في نفس الوقت وانتي بتاكلي ما بتكونش مجلدة معاكي. وهنا بقى انا كده كنت خلاص خلصت التقوير، وغسلتهم غسلة نضيفة كده، وبعدين سبتهم يتصفوا في المصفى. بعد ما تصفوا في مصفى انا بصراحة بحب املحهم بملح وفلفل، بيغيروا طعمه خالص. بالاخص الكوسة، زي ما انتوا عارفين الكوسة بتبقى عدبة وملهاش اي طعم، حتى لو كنت مزودة الملح بتاعت الخلطة المحشي ذات نفسها. بس الخضار ذات نفسه بيحب برضو انك تملحيه كده شوية وتديله شوية فلفل. وكنت كمان اخدت البصلايه الكبيره اللي كنت جايباها من قلب العرض بتاع المحشي، وبقطعها معاكم اخرطها كده مكعبات صغيره. طبعا بقيه الكيلو انا ما استخدمتهوش، فضل عندي في التربو بتاع الخضار. زي ما انتوا شايفين كده بنوتي قعدت بقى ترص الخضار علشان انا احط بعد كده الملح والفلفل عليه زي ما قلت لكم. وطالما في محشي يبقى اكيد في شبت وبقدونس وكزبره، من كل حاجه ربطتين كده وقطعيهم صغير على قد ما تقدري. في تريكات كده صغيره انت ممكن تكوني بتشوفيها حاجات مش فارقه، بس صدقيني الحاجات دي كلها بتفرق معاكي سواء في الاكل او في النكهه او في التقديم. حاولي على قد ما تقدري تقطعي الخضره بتاعتك رفيع. انا بلاقي في ناس والله يعني بيقطعوا الخضره دي الورق كده بتشوفيه زي ما هو الورقه سليمه كده زي ما هي. لا احنا نقطع اسفه الخضره رفيعه علشان كمان تطلع لي النكهه بتاعتها كلها. زي ما انتوا شايفين كده انا رشيت عليه شويه ملح ورشيت عليه برضو شويه فلفل، يبقى انا كده جاهز معايا الخضره. ومجهزه كمان البصله على النار، وبضرب دلوقتي الطماطم، وكل حاجه دلوقتي خلاص تعتبر معايا جاهزه على التركيب. زي ما قلت لكم انا ما حبيتش بصراحه ان انا استخدم صلصه جاهزه من عندي، لاني كنت مصفيها. وانا بحب لخلطه المحشي احط الطماطم من غير تصفيه بالقشر بتاعها يعني والبذر بتاعها، علشان زي ما بيقولوا كده بيكتر لي برضو كميه الخلطه بتاعه المحشي. بصلايه كبيره كده محترمه احط فيها شويه زيت على النار، وابدا ان انا اشوح فيها مع شويه ملح وفلفل اسمر، وقطعت لي كمان قرنين فلفل اخضر. بصراحه الفلفل الاخضر المتقطع مكعبات صغيره دي
بتدي نكهة حلوة قوي للمحشي. اصلا ريحة الفلفل وهو بيستوي بيطلع ريحة حلوة قوي، كلنا اكيد عارفينها. فجربي كده تحطي قرنين فلفل مع البصل وهو بيتشوح، هيغير لك طعم التسبيكة بتاعة المحشي. بعد كده نزلت بقى بالخضرة بتاعتي اللي انا كنت مقطعاها، وحطيت كمان شوية ملح وشوية فلفل وشوية كزبرة ناشفة ورشة نعناع صغيرة. اكتر من كده بهارات انا ما بحبش بصراحة، بحب الطعم الحاجة الاساسي يكون باين معايا. في ناس طبعا بتحب تحط السبع بهارات وتوابل بقى كتير كده، بس انا ما بحبش بصراحة. زي ما قلتلكوا بكتفي بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة، ورشة النعناع دي برضو بتدي نكهة مميزة قوي للمحشي. حطيت كمان شوية زيت علشان الرز يطلع معايا مفلفل كده وبيلمع واخد المادة الدهنية بتاعته مظبوط. ولما تيجي تحشي البتنجانية او الكوساية ما تحاوليش انك انتي تمليها على اخرها علشان ما تفرقعش منك، لا يعني انتي سيبي اخر عقلة كده صغيرة من فوق تكون فاضية معاكي علشان الرز لما يجي يستوي ياخد راحته. في ناس من كتر ما هي بتقعد تحشي في الفلفل كتير والبتنجان كتير، بعد السوا تبص تلاقي الرز اصلا ما استواش والرزية لسه محصرمة كده ونية. مهما تكون حطلها شوربة كتير او مثلا المية كتير، بس برضو ما بيستويش، وده بسبب انك مكبسة الرز زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين انا رصيت المحشي بتاعي في صينية، بحط كله كده الصينية مايلة كده وابدأ ارصصه كده ورا بعضه وهو واقف. انا الاول بصراحة كنت بحطه في الصينية نايم فوق بعضه، بس كنت بلاقيه بقى ان الدربي اللي بيبقى تحت خالص ده كان بيتبطط. يعني انا كنت بحط تحت خالص في الارضية بتنجان وبعدين الكوسة وبعدين الفلفل، ببص بعد السوا الاقي البتنجان خلاص من التقل اللي عليه اللي فوق بقى شكله مش حلو ومبططة كده في قلب بعضها. فقلت لا خلاص انا بعد كده هسويه وهو واقف بميلة كده. وبصراحة بيني وبينكم برضو ما ببقاش عايزة استخدم اكتر من صينية واحدة، بحاول ان انا اسهل الدنيا على نفسي في وقفتي في المطبخ. شايفين المنظر تحفة اصلا، العين بتاكل قبل البق. الحاجة الحلوة وهي نية وهي قبل السوا اصلا هتكوني متأكدة ان ده بعد السوا هيطلع مظبوط وهيبقى مثالي في كل حاجة. اتبقى معايا كمان شوية رز بالخلطة، فجبت لي كام طماطمايه كده وقورتهم وقلت ايه علشان يديني برضو كسر اللون كده وشكل حلو وانا بغرفه. كان عندي فلفل بس بصراحة قلت كفاية الكمية دي كده. وشلت برضو للأمانة كام كوساية قلت هبقى اعملهم للولاد شوربة خضار. نيجي بقى للتشريبة بتاعت المحشي، بتبقى عبارة عن معلقتين صلصة سواء جاهزة او انتي عاملاها في البيت، وتحطي بعد كده حوالي كوباية الا ربع مية سخنة ومكعب مرقة. انا بصراحة ما كانش عندي مرقة فحطيت شوية ملح كده، وابدأ ان انا انزلهم على المحشي بتاعي. لو الشوربة دي بتاعتك او المية طلعت زيادة معاكي عادي، انتي ممكن بعد السوا بتاع الخضار بتاعك تصفيها من الصينية، مش هيجرى لها اي حاجة. تمام. يعني لو حد عايز ياخد بالنظر كده المية بتوصل لغاية ربع الخضار وهو واقف. بس انا مع الممارسة خلاص عرفت ان الكمية دي كده بتبقى كويسة. والله حسيت بعد كده ان هي السوائل كتير بفضي منها شوية. ما بياخدش مية كتير علشان ما تنسوش ان الخضار ده كله برضو مع قمرته بورق الفويل بينزل السوائل بتاعته وبيستوي في قلب البخار بتاعه. ورقة فويل بقى وابدأ ان انا اقفل عليها كويس قوي، مش عايزة اي بخار يطلع لاني زي ما قلت لكم هو بيستوي على البخار اللي مكمور جوه او تحت ورق الفويل دوت. في الاول بتحطيه على نار عالية في الفرن لمدة 10 دقايق، وبعد كده هدي عليه النار شوية وما تفتحيش عليه ورق الفويل خالص غير لما تحسي ان ريحة الفلفل بدأت تطلع معاكي وانتي قاعدة كده شم ريحة الفلفل معاكي طالعة. انا كده طلعته من الفرن. وخلي بالك وانتي بتفتحي ورق الفويل علشان البخار بيبقى جوه كتير، فممكن لا قدر الله وانتي بتفتحيه يلسعك، ولسعة البخار دي بصراحة بتبقى غبية قوي. فبمعلقة كده ولا بأي حاجة وحاولي انك واحدة واحدة تفتحيها من الجنب بالراحة. وبعد ما اتأكدت انه دخل معايا في السوا
دخلته الفرن تاني وشغلت عليه بقى الشواية ياخد التحميصة اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة التحميصة دي بتدي طعم مختلف خالص للكوسة وللبتنجان وللفلفل وللخضار كله. جربي المحشي في الفرن. انا عارفة ان في ناس كتير ما تعرفش الطريقة دي، وفي ناس برضو بتستغرب لما اقول لها محشي مشوي في الفرن. دايما اغلبية الناس كلها متعودة عليه وهو في حلة على النار من فوق. بس في الفرن بصراحة مميز ومختلف خالص. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. حاولت والله يا بنات على قد ما اقدر ان انا اوريكم كل حاجة بالتفاصيل، والحاجات الصغيرة كمان، لان لو في بنات لسه متجوزين جديد او حد اول مرة يجرب المحشي اللي في الفرن دي، يجربها كده بكل تفاصيلها وتنجح معاها ان شاء الله من اول مرة. انا كده متبقي معايا من العرض بتاع المحشي دوت. لسه عندي بقية البصل، ما عدا بصلاية واحدة كبيرة، ولسه كمان معايا حوالي نص كيلو فلفل، واخدت كمان زي ما قلتلكوا كوستين 3 كده ابقى اعملهم للولاد شوربة خضار. بتمنى من ربنا ان التجار يراعوا الناس شوية ويراعوا ظروف الناس شوية في الاسعار، وطالما في شخص واحد باع بالاسعار دي يبقى اكيد هو مش بيخسر ومش بيحط كمان فلوس من جيبه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة صغيرة. ولو وصلتي معايا لغاية هنا حبيبة قلبي، ما تنسيش تدعميني باللايك والكومنت بتاعك، وتفعلي كمان زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك مني كل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.